السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل شوية رز بالكبد والقوانص تحفة، جميل جدا، طعمه في منتهى الجمال، طريقته سهلة وبسيطة جدا، ومش هياخد في ايدك حاجة وانت واقفة على البوتاجاز كده كأنك بتتسلي. هتعملي حبة رز جمال وهتدفي بيتك وتدفي عيالك وياكلوا حاجة، حبة رز دافيين كده هيظبطوهم في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. معايا هنا في الحلة كنت حاطة معلقة سمنة وحبة زيت صغيرين، شوحت فيهم بصلاية كده مفرومة فرم ناعم، فرمها بالسكينة فرم ناعم عادي بالشكل ده كده. اشوحهم كويس جدا لحد لما البصلاية بتاعتي تدبل. معايا بقى توابل اللي هي بتاعت الرز البسمتي اللي احنا متعودين ان احنا نعملها: كاري وكركم وليمونة وعود قرفة، ورقتين لوري، فلفل اسمر، فصين حبهان، واتنين كبابة صيني، واتنين قرنفل بس. وطبعا هنظبط الملح بتاعها، لو عايزه تحطي مكعب مرق حطي، بس انا الصراحه ما حطيتش واكتفيت بالتوابل اللي معايا. هبدا انزل بقى هنا بكل التوابل اللي انا لسه قايله عليها دلوقتي علشان تتشوح مع البصلايه وتديني ريحه حلوه كده للرز بتاعي. عايزه اقولك كان طعمه في منتهى الجمال. الرز البسمتي دلوقتي غالي، وكل ست بيت بتتصرف وبتظبط عيشتها. عملت لهم الرز المصري على انه رز بسمتي، وفعلا صدقوني كان طعمه في منتهى الجمال. جربيه وان شاء الله هيعجبك. هبدأ انزل بقى هنا على كل الخلطة بتاعتي دي بالكبد والقوانص بتاعتي، هاخدها تشويحة كده، تشويحة حلوة محترمة كده لحد ما تستوي نص تسوية. ده يعني يعتبر ربع كيلو وشوية صغيرين كانوا عندي في الفريزر، طلعتهم وقطعتهم بالشكل ده. هبدأ انزل بقى عليهم بمجين رز، هقلبهم كويس جدا، واشوح الرز مع الكبد والبصلايه كويس جدا تشويحه محترمه كده. وبعد كده هنزل عليها بميه مغليه زي ما احنا متعودين مع بعض. المكرونة او الرز او الشعرية او اي حاجة بنسويها على البوتاجاز لازم نشوحها كويس جدا ونحمرها كويس، علشان خاطر لما ننزل عليها بالمية المغلية تديني رز مفلفل او مكرونة مفلفلة او ايا كان. لازم الشوربة بتاعتك تكون مغلية او المية اللي انت هتحطيها تكون مغلية علشان حاجتك تبقى مظبوطة وكويسة. طبعا ده رز بتاعنا المصري العادي، المية بتغطيه، مفيش اي مشاكل. هديله تقليبه كده بس عشان يختلط كل المكونات معاه. هظبط له الملح بتاعه، واول ما يشرب ههدي عليه النار وخلاص. خلصت اكلتنا، ما كملتش معايا 10 دقايق تحضير. عايزه اقول لكم كانت ريحتها جميله جدا، طعمها اجمل واجمل. وبكده حبايب قلبي خلاص الرز بتاعنا خلص. شفتوا جميل عصر السرعه. كمان جبت معلقتين كده، معلقه سمنه بلدي، وجبت عليها شويه مكسرات كده كانوا عندي من رمضان فايضين، وشوحتهم كده في معلقه السمنه. عايزه اقول لكم كان طعمه في منتهى الجمال. يا ريت يا ريت تجربيه، ولو عجبتك طريقتي اضغطي لي لايك واكتبي لي في الكومنت ان طريقتي عجبتك. اتمنى ان طريقتي النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اضغطوا لي احلى لايك. واللي اول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. شايفين الجمال والحلاوة؟ استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.